السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال ناس كتير ما تعرفش إجابته: كام عدد الأهرامات في مصر؟ مصر فيها ما يقرب من أكتر من 120 هرم منتشرين بالجيزة وسقارة ودهشور والفيوم وسوهاج. مصريين كتير والسياح اللي بيجوا من بره مصر جايين مقصدهم الأساسي هو الأهرامات التلاتة، لكن ما عندهمش أي خلفية عن الأهرامات الأخرى المنتشرة بمصر. أول هرم اتبنى بمصر هو هرم زوسر المدرج بسقارة بالجيزة، وآخر هرم اتبنى في تاريخ مصر القديمة هو هرم الملك أحمس الموجود بأبيدوس بسوهاج. هنتكلم عن 8 أهرامات من الأهرامات الكتل الضخمة اللي اتبنت في تاريخ مصر القديمة. أول هرم هو هرم زوسر المدرج ومكانه بسقارة بالجيزة، اتبنى خلال القرن ال27 قبل الميلاد لدفن الفرعون زوسر فرعون الأسرة الثالثة. قام ببنائه وزيره أمحتب، وهو أول هرم يتبنى في تاريخ مصر القديمة. طوله كان بيصل ل 62 متر وبيتكون من 6 مساطر مدرجة. تاني هرم معانا هو الهرم الأكبر هرم خوفو، إحدى عجائب الدنيا السبع، مكانه بمنطقة أهرام الجيزة. اتبنى الهرم كمقبرة لفرعون الأسرة الرابع الملك خوفو، واستمر بناؤه لفترة وصلت 20 سنة. كان بيصل ارتفاع الهرم ل 147 متر، وحاليا بعد أكتر من 4000 سنة وبعد زلازل كتير مرت على مصر ارتفاع الهرم أصبح 138 متر. تالت هرم معانا هو هرم خفرع، وهو أحد أهرامات الجيزة في مصر. بناه الملك خفرع رابع ملوك الأسرة الرابعة، وهو ابن الملك خوفو. كان ارتفاعه 143 متر، والآن وصل بعد الزلازل بردك اللي مرت على مصر ل 136 متر. رابع هرم معانا هو هرم منكورع، وهو أصغر أهرامات الجيزة الثلاثة في مصر. بناه الملك منكورع ابن الملك خفرع من الأسرة المصرية الرابعة. ارتفاعه كان بيصل ل 65 متر، والآن طوله وصل ل 62 متر بعد سقوط كسوته الخارجية للهرم. خامس هرم معانا هو هرم ميدون، اتبنى خلال الدولة القديمة، وابتدى بناؤه في عهد الملك حوني، هو آخر ملوك الأسرة الثالثة. حتى وفاته قام بإكمال البناء الملك الأول بالأسرة الرابعة الملك سنفرو، وبيظهر منه حاليا 3 مساطر وطوله حوالي 65 متر. الهرم المائل وهو الهرم السادس معانا. الهرم المائل هو تاني هرم يعود بناؤه للملك سنفرو. استغرق العمل في بناء الهرم المائل 14 سنة. بيبلغ طوله 101 متر، ولكن بسبب شكله المايل ما عجبش الملك سنفرو، فقرر بناء هرم ثالث وهو الهرم الأحمر، وهو الهرم اللي هنتكلم عنه دلوقتي. الهرم الأحمر وهو الشكل الأمثل في أهرامات سنفرو الثلاثة، وهو أكبر هرم بيقع في دهشور بمنطقة الجيزة. بيصل طوله ل 104 متر، وبيطلق عليه اسم الهرم الأحمر، وده كان بسبب ميل أحجار الهرم للون الأحمر. الهرم الأخير اللي معانا الهرم الثامن، الهرم الأسود. الهرم الأسود قام ببنائه الملك أمنمحات الثالث من خلال العصر الدولة الوسطى من الأسرة ال12. الهرم بيطلق عليه اسم الهرم الأسود للظلام اللي بيسود أحجاره، وبيوصل طول الهرم ل75 متر. وبكده بيكون الفيديو خلص. استنوني في الفيديوهات الجاية.